من هو المخرج؟ مين المخرج؟ شكون المخرج؟ هذا أول سؤال اخطر على بالي وأنا نتابع حفل افتتاح كأس أفريقيا المغرب. مين هذا العقل اللي قدر يحول حفل بسيط من غير استعراض زائد ولا بهرجة فارغة إلى وجبة تلفزيونية دسمة خلتنا نتسمر قدام الشاشات إن صح التعبير؟ بصراحة لو المخرج مغربي أو غير مغربي فهو يستحق الشكر والاحترام، لأنه وضع كل الاستعدادات السابقة، كل العمل التراكمي، كل الجهد التنظيمي في طبق واحد اسمه نجاح مبهر. الإخراج كان ذكي، تنقل الكاميرات بين الزوايا خلاك تحس انك داخل الملعب. بل أجرؤ اني اقول اللي تابع الافتتاح من التلفزيون عاش التفاصيل اكثر من اللي كان حاضر في المدرجات. صورة نظيفة، ايقاع مضبوط، موسيقى في مكانها، ضوء يخدم الفكرة مش يطغى عليها. قوة هذا الحفل كانت في بساطة واثقة، مش فقر أفكار. موسيقى، أضواء، تكنولوجيا ورسائل واضحة تقول لك المغرب وصل ويعرف ماذا يفعل. هذا ليس عمل صدفة، هذا نتاج تراكم خبرات، تنظيم، كوادر بشرية أصبحت تملك ثقافة الحدث الكبير. وخلينا نكون واضحين، المغرب دولة سياحية بامتياز، تعرف كيف تستقبل الملايين، تعرف كيف تدير التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، وتعرف كيف تحول التنظيم إلى صورة جميلة تصل للعالم. حتى المطر هنا كان جزء من المشهد، زاد الحفل جمالا، أعطاه بعدا وجدانيا، وكأنه يقول الطبيعة نفسها حاضرة في العرس الأفريقي. الافتتاح كان رحلة من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل بانسجام رهيب من غير ضجيج. موسيقى أمازيغية تعكس عمق الهوية، ملابس تقليدية تحكي عن تاريخ غني وتنوع ثقافي يقول العالم المغرب عربي أمازيغي إفريقي، وكلها في صورة واحدة. وهنا مربط الفرس، هذه بطولة أفريقيا، وكان لابد أن نشعر أننا في أفريقيا، وهذا ما فعله الافتتاح. فخر أفريقي بروح مغربية بإمكانيات عالمية. حفل الافتتاح أعطانا رسالة واضحة، نسخة استثنائية قادمة، تنظيم، ذوق، احتراف، فهم عميق لمعنى الحدث. أخيرا تحية للمخرج مرة أخرى، ونتمنى أننا نعرف اسم هذا المبدع. وهنا مطلب لنا جميعا أن نعرف هوية هذا الفنان، ليجتهد الجميع لجلب اسم هذا المخرج، كما نحيي كل من كان خلف هذا العمل، لأن ما شاهدناه لم يكن مجرد افتتاح بطولة، بل إعلان ثقة ورسالة جاهزة وبداية تليق أفريقيا في المغرب. تحية للجميع.